فنفسي والله مش هقول ان احنا نرجع طبعا زي زمان لا وغير بقى الشباب صحيح زمان بقى والعربيات والصب بقى والسماعه اللي عارفها البايونير أيوة. البيضاوي والصب يا نهار ابيض. ايوه صح تركب معاه العربيه انت مش سامع حاجه غير بوم 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 بس يا ابني انت ما بتسمعش حاجه. قال لك بسمع الناس انا بتصيد. انا يعني بتبسط. لا فعلا هو النجم هو اللي منزل الالبوم يعني الناس ما بتتصور معاه صح. لا بس والله معاك بجد حق. كانت ايام جميله جدا وكانت ايام حلوه. انا عن نفسي مفتقده الايام دي، كلنا مفتقدها والله. جدا. يعني الواحد كده نفسه يرجع يعمل آلة كده نرجع بيها طب تعالى نتخيل كده لو رجعت زمان، ايه اللي مش هتعمله، ايه اللي هتعمله؟ لا هعمل كل حاجه والله، هعمل كل حاجه عملتها زمان يعني بجد، لان هو في ايه لا يعني طب في الغنى مثلا لو هنيجي نتكلم على الغنى، وانت كنت هتغني مهرجانات وهتغني اغاني لا يعني انا ولا هتبقى نفس الستايل بتاعك؟ كنت اكيد هبقى نفس الستايل بتاعي، بس كانت هتبقى فيه رهبه جدا، لان انت كنت هتبقى هم كانوا بصي كام نجم كده متربعين على العرش. طبعا كان اللي بيطلع منهم لازم يبقى من عبايه حميد الشاعري. كانت لا بس انت يا كريم برضو جيلك بجد. لا انا جيلي تاني خالص. لا جيل تاني طبعا. انا بس كان في بقى ابتدت ان يبقى في قنوات فضائيه. احنا ما كانش عندنا اياميها يا جماعه القناه الاولى والثانيه والثالثه، وبنشطب الساعه 12 بالليل ونخش ننام. أيوة. وسينما الاطفال يوم الجمعه وبرنامج حياتي كان يوم الجمعه ده انا كنت بموت فيه، بحب المشاكل والله. كان بتاع المشاكل ده لا انت بتاع غرائب وطرائف ده يوم طبعا ده عالمي. وفكر ثواني يكسب دقايق، وتاكسي السهره اسمه ايه، كلام من ذهب. وكلام من ذهب الله يا نهار ابيض، وعالم الحيوان يوم الجمعه. أيوة يا نهار أيوة. لا والكاميرا في الملعب تيت تربيت ده كان بيجي على القناه الثالثه ده. انا فاكره ده كان بيجي على القناه الثالثه يا جماعه. كانت حاجه حلوه جدا يعني. كانت والله حاجات والله جميلة. نفسي نرجع نعيد البرامج دي يعني بجد بشكل عصري شويه. وبوجي وطمطم يا نهار ابيض، وعم شكشك والفوازير يا خرابي، وانا كنت بموت فيه. عالم سمسم برضه بس ما حضرتوش قوي. وفوازير بتاعت شريهان ونيلي وشريهان. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تاريخ مليء بالمحافل. وكل حاجه كان زمان ليها طعم. يعني دلوقتي متهيألي ما بقاش فيه يعني انا في رمضان مفيش فوازير. حتى في العيد كنا نجيب الخروف قبليها باسبوع مثلا، بيبقى في علاقه كده بينك وبينه. أيوة. انزل اكله يا بابا واقعد بقى طبطب على شعره واقعد اقول يا عيني انا هيصعب، واعمل علاقه كده مع الخروف. ايوه يعني كان بيبقى مربوط تحت عند البواب. والله بتضايق بقى اللي هو ايه ده ذبحته ليه الخروف.